السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وأحسن. أهلا بكم يا حبايبي في قناة اخترنا لك مع نودي. ولو انت أول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتختاري كلمة الكل علشان أي حاجة جديدة أنزلها يوصلك مني إشعار بإذن الله. النهاردة هنعمل مع بعض خلطة جبارة لإزالة الدهون وللتنظيف وللتعقيم والتعطير بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيوتنا الجميلة. مش كل حاجة هتجيبي لها منظف خاص بيها، وطبعا في الأيام العظيمة الجميلة دي والأسعار الغالية في كل الدنيا هقولك على خلطة النهاردة هتنفعك لتنظيف الأجهزة الكهربائية، للرخامة بتاعة المطبخ، للإزاز، للأساس بتاع البيت. يعني زي ما بيقولوا كده 5 في 1 أو 10 في 1. يعني خلطة ما شاء الله تبارك الرحمن تستخدميها لأكتر حاجة، لكذا حاجة، وموفرة جدا، وكل حاجتها ان شاء الله موجودة في كل البيوت، ومش هتكلفك اي حاجة، زي ما بيقولوا كده ببلاش والله. اول حاجة هنا معايا بقى في الخلطة اللي احنا هنحتاجها النهاردة، اول حاجة معجون اسنان. كل بيوتنا فيها معجون اسنان، ومعايا اهو بقولك معجون اسنان جنرال، ومعايا خل، ومعايا مية. معايا خل ومية وجنرال ومعجون اسنان. معجون الاسنان بقى معروف ان هو جبار في ازالة الدهون والبقع والكلام ده. اول خطوة هتعمليها ان انا هاخد شوية من معجون الاسنان وادوبهم في المية. انا مش عايزة يبقى فيه قطع عشان لما تيجي تحطيه في البخاخ بتاعك ما يبقاش فيه قطعة توقفلك البخاخ. يعني تدوبيه الاول. الكوباية دي حبايبي خاصة بالخلطات هي والمعلقة، انا مش بستخدمها للبيت وكده، حتى انا حطاها في مكان بعيد عن اولادي، يعني لحد يفكر ان هي خاصة بالاكل او الشرب، لا، انا مخصصة المعلقة والكوباية للخلطات. اول حاجة اهي دوبت المعجون الاسنان في المية. انا عايزاه يبقى سايل، مش عايزة يبقى فيه قطع عشان يتحط في البخاخ. اهو دوبته وهحطه في البخاخ الازازة. لو انت عندك القمع يبقى تمام، انا مش متوفر عندي، فالكوباية دي الحمد لله يعني مساعداني وتمام معي. بصي نازل ازاي سايل مفهوش اي قطع. خلي بالك لازم تدوبيه الاول في ميه. الحاجه دلوقتي بقت غاليه واي واحده فينا عايزه بيتها يكون نضيف وريحته حلوه وبيلمع وباقل الامكانيات. وده خل. الخل مش بالكتره، الخل احنا عايزين بس المفعول بتاعه، التأثير بتاعه ان هو معقم جيد. ممكن تاخدي معلقتين كبار يغنوا. انا هنا اخدت ربع كوبايه خل، وممكن انت كمان تاخدي ربع كوبايه. معروف ان الخل معقم ومطهر وحاجة طبيعية وموجودة في كل البيوت. لحد كده انا مش شايفة الوصفة فيها اي انواع تكلفة اهو. وبعد كده برضو هاخد ربع كوباية من الجنرال. انت ممكن تاخدي معلقتين كبار، بس انا بصراحة بحبه عشان ريحته حلوة وبيديكي ريحة كده ولمعان رائع. ولو مش موجود عندك استخدميه بمسحوق غسيل المواعين، سواء بقى بريل، فيري، ايا كان النوع المتاح في بيتك واللي انت بتستخدميه، ما تكلفيش نفسك. وده طبعا لو متوفر جنرال يبقى احسن عشان بيدي ريحه حلوه قوي. هنا ربع كوبايه، ممكن انت تحطي معلقتين كبار منه او 4 معالق كبار. وبعد كده هكمل بقى بقيه الخلطه دي بكوبايه ميه زي ما انت شايفه معايا كده، وهقفل الازازه بتاعتي البخاخ وارجها، اخلي المواد دي كلها تروح في بعضها. وكل حاجه هتشوفيها دلوقتي التجربه خير دليل. هوريكي ان الخلطه دي ممكن تعملي بيها كذا حاجه وتلمعي بيها كذا حاجه تقعد معاكي فتره طويله، يعني ما تقوليش يوم او يومين، لا بتكفي وموفره في نفس الوقت اهو. يلا بقى نبدأ ونقول بسم الله، وهوريكي هو الخلطة دي بتنضف ايه وبتعمل ايه. اول حاجة هننضفها مع بعض الرخامة. كذا حد سألني انت على طول الرخامة بتاعتك نضيفة وبتلمع وشكلها حلو. انا على طول بعمل الخلطة دي، يعني ما بتخلاش من بيتي، وحطها على طول على الحوض عندي عشان بستخدمها يوميا يوميا. بصوا الرخامة انت شايفة معايا، بصي عملتلك زوم عليها، بصي اللمعان اللي في الرخامة. بجد الخلطة دي جبارة لإزالة الدهون والبقع والتلميع والتعطير، رهيبة ومعقمة في نفس الوقت. يعني استخدميها
وهتدعي لي باذن الله. بصي ده الجنب التاني اهو، هبتدي برضو المعه بنفس الخلطه اهو. ودي الفوط يا ولاد اللي احنا رتبناها مع بعض في المنظمات في فيديو تنظيف تحت الحوض. بصوا اظن الرخامه بتتكلم عن نفسها، الخلطه بجد تستاهل التجربه، وزي ما بتقولي كده حاجه ببلاش من جوه بيتك. ومش قادره اقولك بقى على الريحه، انت اعمليها وشوفي انت واحكمي بنفسك. تاني استخدام للخلطه دي ايه؟ ممكن تلمعي بيها المطبخ وايدين المطبخ. شفتي بقولك استخداماتها ياما، مش كل حاجه هتجيبي لها منظف وملمع خاص بيها، خلطه هتغنيكي عن مجموعه وصفات ومجموعه منظفات وبأقل التكاليف. بصي اهي انا بعمل كل حاجه قدامك عشان بوريكي قد ايه هي ممكن تستخدميها في كذا حاجه. بلمع ايد المطبخ. بصي عملتلك زوم اهو على ايد المطبخ وعلى المطبخ، اظن انت شايفه. تالت استخدام ليها الأجهزة الكهربائية، ممكن كمان تستخدميها في تعقيم وتعطير الأجهزة الكهربائية. بصي على الخلاط كويس قبل وبعد ما احط عليه الخلطة. شفت انت الخلاط كويس؟ بصي بقى بعد ما الخلطة انا حطيتها عليه، يستخدم في تلميع الأجهزة الكهربائية كلها، خلاط، عجان، مايكرويف، بوتاجاز، تلاجة، غسالة، كل الأجهزة الكهربائية، واستخدميها بثقة وبأمان وما تخافيش. بصي الخلاط فرحان يا ولاد من اللمعة والتعقيم والتعطير. بصي اديكي شفتي بعينك اهو، اظن شفتيه قبل ما احط عليه الخلطة. بصي ليها كام استخدام وبحاجة واحدة بس. انا بستخدمها يوميا وحطها الخلطة دي في مطبخي يوميا، لان يوميا بلمع الاجهزة الموجودة على الرخامة. ان المطبخ والمطبخ طبعا الدهون بعد ما بتخلصي الاكل بتاعك لازم تمر كده مرار الكرام على كل الاجهزة اللي انت حطاها على الرخامة. ونصيحة مني يا حبايبي، ما تكتريش حاجات على الرخامة، حطي بس الحاجات اللي انت بتستخدميها يوميا عشان تقدري تنضفي ويبقى المكان واسع قدامك مفهوش بهرجة كتير. يعني حطي بس الاجهزه اللي انت بتستخدميها. بصي بوريكي الخلاط بعد ما خلص، بصي شكله اختلف ازاي، كانك لسه جايباه من المحل. بصي اللمعه بتاعته وريحته طبعا. طول ما انت ايدك في حاجتك دايما تعيش معاكي فتره طويله وتبقى معاكي شغاله وزي الفل. يعني البيت مش بكترته، البيت بمحافظتك على الحاجه اللي جواه. تالت استخدام ليه للحيطان وللكوبس بتاع الكهرباء. بصي الحيطان بقى سواء حيطان بيضة او ملونة، وللبيبان. بصي اهو حطيت عليها على الحيطة وعلى الحلق بتاع الباب، ايا كان بقى لون البيبان، بني، ابيض، ازاز، استخدميها بقلب قوي. وميزتها ان هي ما بتعملش بقع بعد ما بتنضفي او بتسيب اثار، لا ده بتشيل البقع او الدهون من جذورها زي ما بيقولوا كده، مش بتخلي لك اثار ليها خالص. بصي الكوبس بتاع الكهرباء بعد ما عملته، وبصي الحلقان بتاعت البيبان. استخدميها بقى لكل انواع الموبيليا اللي عندك في البيت، للسفرة، لأوض النوم، لأوض الأطفال، للترابيزة، للمكاتب، لأي حاجة استخدميها. بصي بعد كده هوريكي برضو ان هي ممكن تستخدميها لتلميع الازاز. بصي استخداماتها كتيرة الخلطة دي. ده عندي باب الأوضة، عندي ازاز، انا قاعدة هنا على الارض عشان اجي اعرف اصور لك. اهي بصي ده الباب ده ازاز، هوريكي برضو ان هي بتستخدم في تنظيف الازاز اهو. بصي تستخدميها بقى في تلميع المرايات، في تلميع الازاز، اذا كانت اوضه النوم بتاعتك فيها ازاز، اوضه اطفالك فيها ازاز، اي نوع ازاز استخدميها، او ترابيزه ازاز، في تلميع الازاز جباره. وقفت لحد كده الخلطه؟ لا، تلميع بقى هنا الاساس. دي ترابيزه خشب، انا هوريكي برضو ان هي بتستخدم في تلميع الخشب، وازاي بتخلولك بيلمع وبيبرق وريحته جميله كمان. يعني بجد لبيتك والنظافه لبيتك ولاولادك، انت ذات نفسك، مش هقولك للضيوف، انت ذات نفسك لما تدخلي بيتك كده تلاقيه بيلمع وريحته حلوه، انت تحبيه، مش هتفكري ان انت حتى تسيبيه، تبقي قاعده في المكان النضيف اللي ريحته جميله ده،
وكلنا ستات شاطره وبنعرف نعمل كل حاجه. احنا بس هنا على اليوتيوب بنتبادل افكار، انت عندك فكره باخدها، انا عندي فكره بتتعلميها كده يعني، لكن كلنا بنعرف نعمل كل حاجه الحمد لله. ما تنسوش بقى اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس. قناه اخترنا لك مع نودي، وان شاء الله انا متاكده ان الخلطه هتعجبكم وهتجربوها وهتدعولي. ما تنسوش تدعولي.